صوت العرب من القاهرة. الجوازة التانية. الجوازة التانية تمثيلية في سهرة، تأليف إدوار سليمان، إخراج عصمت حمدي. يا سلام يا فكري، بدر منور، غزالة شردة، حلاوة ايه ورقة ايه، تكلمك تسمع صوتها طالع زي المزيكا، مزيكا والله يا فكري. قوامها بقى ما اقدرش اوصف لك جماله. ويا سلام يا سلام لما تبتسم عينك ما تشوفش الا صفين لولي. بس لا بس لا بس. لا ما بسش، ما انت اصلك ما شفتهاش. ده انا لو اكتب كتاب 1000 صفحة في وصف جمالها ودلالها ابقى ما كتبتش حاجة. الكلام ده انا سمعته منك 3 مرات دلوقتي. 3 مرات؟ ايوه 3 مرات يا سيدي، انت ناسي ولا ايه؟ لانك شرعت في خطبة بنتين قبل كده، وبتيجي عليا دلوقتي نفس الكلام اللي قلته على الاتنين التانيين. الاتنين التانيين اللي فاتوا كانوا حلوين صحيح، انا منكرش، بس دي بقى يا فكرة يا اخويا ضربت الكل على عينه. هي حر تضربهم على عينهم على مناخيرهم، بس انت يعني بتقول لي الكلام ده ليه بقى؟ ايه بقولك ليه؟ صاحبي وحبيبي يا اخي، وبفضفض لك. الحق عليا اللي فضلتك على كل اصحابي وسبت الكل وجاي احكي لك انت. ان جبت الحق يا فايز يا اخويا، انا عايزك ما تفضلنيش عليهم، عشان ما بينوبنيش من هذا التفضيل الا دوشة دماغي كل يوم والتاني. وعلى فكرة مش دي تالت ملكة جمال حضرتك عثرت عليها، وحياة غلاوتك، وانت عارف غلاوتك عندي قد ايه، كلهم يومين 3 وهتيجي تكلمني عن ملكة جمال رابعة. لا وحياتك يا فكري التالتة دي وبس، وعلى رأي المثل التالتة تبتة. خلاص يا سي فايز، خلاص. وما دام حبها كلبش في قلبك كده وجمالها مش على حد، ما تخطف رجلك يا اخي وتروح تخطبها وتريح قلبك الولهان ده. اذا كان عليها فكرة يا اخويا انا نفسي اخطبها النهاردة قبل بكرة. وايه يا سيدي اللي منعك؟ الشديد القوي يا فكري. قصدك تقول انك مفلس؟ يا ريت ده كان السبب، كنت اقدر اذلله. ثم انت عارف اني موظف في بنك، والبنوك دي بتدي مهيات كبيرة. امال بقى ايه الشديد القوي بتاعك ده؟ والدي يا فكري. مال والدك يا سيدي؟ عايز يسبق ويخطبها هو؟ يا سلام يا فكري لما تخلط الجد بالهزار. امال والدك ايه بس؟ واقف لي زي الشوكة في الزور على طول الخط. ازاي؟ مش فاهم. راسه 1000 سيف الا يجوزني بنت اخته. وبنت اخته دي جميلة؟ وافرض انها جميلة، انا ما بحبهاش، هو الجواز بالقوة يا ناس. طيب بس ايه مؤهلاتها دي بقى يا فايز؟ لها مؤهلين يا سيدي، مؤهل صغير ومؤهل كبير. يعني واخدة شهادتين؟ لا شهادة واحدة. امال بتقول مؤهلين ليه؟ مؤهلها الصغير بكالوريوس تجارة وفي انتظار التعيين بعد 6 سنين ان شاء الله، ومؤهلها الكبير في نظر والدي 10 فدادين هتورثهم من ابوها، وعلى فكرة ابوها صحته زي الحديد. مؤهل عالي و10 فدادين، دي لقطة يا فايز. لقطة؟ ايوه والدك معاه حق يا اخي، بيحبك وعايز يسعدك. قول لي بصراحة بقى، انت والدي مسلطك تقول لي الكلام ده؟ مسلطني؟ لا انت بتضحك. ما انا قلت لك ان اللي انا شفتها اخيرا دي ملت فراغ قلبي، وبنام احلم بيها، مش ممكن استغنى عنها، وانت يا سيادتك مش مصدقني. قلت لك سر وفتحت لك قلبي على الضرفتين، واشكيلك تقابل شكوة قلبي المفتوح بضحكة. ده حرام عليك يا فكري، ده حرام عليك يا فكري. يا سيدي حقك عليا، انا غلطان يا سيدي. روح اخطبها وربنا يهنيك، وحاول تقنع والدك. ان كنت عايزني اجي معاك وانت رايح تتكلم عليها انا مستعد. لا 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 لا, لا اعمل معروف، انت قلت لي انك هتيجي معايا في المرتين اللي فاتوا والحكايه فركشت. ابعد عني المره دي ربنا يخليك. يا سلام يا سلام يا فايز يا ابني، ده يوم المنى، ده اليوم اللي انا نفسي اشوفه من زمان. ميرسي يا بابا، ميرسي قوي يا بابا، انت لك حق تتمنى الامنيه دي يا بابا. هو انت في ده اليوم يا بابا لما تشوف حواليك اولاد صغيرين بيقولوا لك يا جدو؟ اولاد؟ لا انا مش عايز الجمع ده، 2 كفايه يا فايز. يا بابا 2 مش كفايه. انا قلت لك 2 كفايه.
ولا انت عايز تعاند مشروع تنظيم الاسره؟ خلاص يا بابا 2 كفايه. انا اقدر اخالف امر حضرتك؟ وما تحملش هم اي حاجه يا فايز يا ابني، انا هعمل كل المطلوب منك ومش هخليك تغرم ولا مليم. على العموم دي مش حاجة غريبة عليك يا بابا، ما انت طول عمرك حنين عليا وعمرك ما قصرت في اي طلب من مطالبي، حتى وانا موظف دلوقتي كمان. اي نعم انت موظف ومرتبك مش بطال، انما ما تقدرش تقوم بتكاليف جوازك باي حال من الاحوال في وسط موجة الغلاء اللي احنا فيها دي يا فايز. هي دي الحقيقة يا بابا، وانا من غيرك تصدق ولا حاجة. يا واد ما تغنيش عليا وبطل محلسة بقى. ايوه بطل تبكيش. وعلى فكرة كمان جوز عمتك مش هيبخل عليك بأي حاجة، هيجيب لك كل اللي انت عايزه منه وهيجيب لك اغلى حاجة في السوق. انت عارف انه مهندس كبير ومقاول في نفس الوقت، وفلوسه كتير. ايه دخل جوز عمتي في الموضوع ده يا بابا؟ ايه دخله في الموضوع؟ في حد ما بيجهزش بنته؟ انا اصل انا مش ناوي اتجوز بنته زي ما حضرتك فاكر. ايه مش عايز تتجوز بنته؟ ايوه. مش عايز تتجوز سوريا؟ ايوه. امال انت بتتكلم على مين؟ لا يا بابا، انا بتكلم على واحده تانية خالص، واحده شفتها وعجبتني. انت بتقول ايه يا ولد؟ انت بتخرف يا بابا؟ صحيح حضرتك من زمان وانت بتقول سوريا لفايز وفايز لسوريا، كنت بتقول الكلام ده وانا كنت صغير مش فاهم معنى الحياه وما كنتش بعلق عليه. ودلوقتي حضرتك فهمت معناها. ايوه، الجواز ده مشاركة وجدانية وعشرة، والعشرة دي لازم تكون مبنية على الرغبة. سوريا بنتي كويسة صحيح، أنا بقولش حاجة، لكن إيه؟ أنا مش فاهم. سوريا دي أحسن منك مليون مرة. صح. و1000 عريس يتمناها. صح. جميلة. أيوة. وحيدة أبوها. أيوة. وهتمتلك بكرة عمارة و10 فدادين. صح، بس أنا مش بجوز عمارة و10 فدادين يا بابا، أنا بجوز إنسانة تشاركني حياتي، ولازم تعرف انك انت مش ممكن تتجوز غير سوريا، انت فاهم؟ انا تحت امرك في كل حاجة، لكن كونك تغصبني على جوازة معينة مش هنسجم مع شريكة حياتي فيها. اسمح لي اقول لك لا يا بابا. والله عال كبرت وشنبك طلع وتوظفت وخدت ماهية وخدت براحك في الكلام، ونسيت ان الماهية اللي حضرتك بتاخدها مش ممكن تأكلك انت ومراتك عيش حاف. انا عارف كل ده يا بابا، بس انا بحب الانسانه اللي بقول لحضرتك عليها دي. حب ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ انت قطعا اتجننت. الحب ده كلام فارغ مش موجود غير في الاغاني والافلام. الحب قال. والله ده وجهة نظر حضرتك، لكن من وجهة نظري انا بقى هو اساس الحياة، والحياة من غيره ملهاش اي قيمة يا بابا. انا مش عايز اسمع الفلسفة الفاضية دي، وانا بقولها كلمة واحدة: تتجوز سوريا يعني تتجوز سوريا. انا ارتبطت مع جوز عمتك بكلام، وانا مش عيل صغير عشان ارجع في كلامي. ما كانش لازم ترتبط معاه قبل ما تاخد رأي يا بابا. اخد رأيك؟ والله يا عيال بقالك رأي يا سي فايز عايز تفرضه على والدك، مش كده؟ يا بابا ارجوك لازم تقدر ظروفي. ظروف ايه اللي اقدرها؟ قدر ظروف انسان معتوه الله. عايز يخالف رأي ابوه ويرمي نفسه في النار. حضرتك اللي عاوز ترميني في النار، عاوز نعيش مع انسان ما بشعرش نحوها باي شعور. ده يبقى حرام. يعني مصمم خلاص، يعني انت عايز تتجوز البنت اللي ضحكت على عقلك وخلتك زي العجينة في ايدها، ولا انت عارف اصلها ولا فصلها، مش كده؟ بس عايز اقول لك حاجة فكر فيها كويس، يوم ما تتجوز اي واحدة غير سوريا لن تبني ولا اعرفك وهحرمك من الميراث. الميراث ما يهمنيش، كل اللي يهمني اني ما تحرمش من عطفك. هتتحرم من كل حاجة. ايه؟ واتفضل اعمل اللي انت عايز تعمله، بس البيت هنا متحرم عليك، اوعى تعتبه برجلك تاني، فاهم؟ يبقى عليكي 5 جنيه تجيبيهم من سكات يا ست عواطف. ليه يا فايز؟ الساعة 5 تمام. لا 5 و3 دقايق. لا 5 بالثانية. أنا ظابط ساعتي على ساعة السنترال، وأنا ظابطة ساعتي على ساعة الجامعة. تبقى ساعة الجامعة مأخرة. ايه ده؟ ايه الفستان الشيك ده؟ حقيقي عجبك؟ ايه رأيك في لونه؟ جنان. غريبة، أنا كنت فاكرة إنه مش هيعجبك. وده معقول؟ لأنه لونه أصفر،
وانت قلت لي مرة ان اللون الاصفر ما بيعجبكش. لان الاصفر ده دليل الغيرة، لكن خلاص بقى يا عواطف، ما عدناش بنغير قوي. الله، ايه الجرافطة المدهشة دي؟ لا بقى. انت عاوزة تجامليني عشان قلتلك الفستان شيك. لو حياتك يا فايز، لونها عاجبني قوي ولايقة جدا على البدلة. وايه المرسوم عليها ده؟ زي ما انت شايفة، قلبين يا عواطف. قلبي مين ومين بقى؟ ودي فزورة يعني، قلبي وقلبك. ودي عاوزة سؤال؟ اوعى يكون قلب واحدة تانية، احسن وده انا. معقول يا عواطف؟ قلبي وقلبك الداخل بينهم خارج. ها، ايه رأيك في يوم الخميس الجاي؟ من غير ما تقول حاجة، مش هقدر اقابلك. احنا اتفقنا نتقابل كل جمعتين. لا، هقابلك يوم الخميس الجاي. خلاص، يبقى ذنبك على جنب. الليمون يا سعادة البيه. شكرا. ذنبي على جنبي ليه بقى؟ لانك هتيجي الكازينو هنا وتفضل تستناني. يجي على شونا، مش كده؟ اديك قلتها. طب ايه رأيك بقى انك انت اللي هتستنيني بس نقبك مش هيجي على شونا لاني هقابلك. انا مش فاهمة حاجة. تقابلني فين؟ في بيتكم. ها؟ بيتنا؟ يا خبر، انت بتقول ايه؟ بقول ان هاجي بيتكم يوم الخميس في مقابلة مش هنفترق بعدها ابدا. مقابلة هنعيش في حلاوتها على طول. مش فاهمة. ازاي مش فاهمة؟ اما انك مكارة حقيقة. مش فاهمة ازاي ايه؟ هنكتب كتابنا ونتجوز. نتجوز؟ ايوه. انت فتحت والدك في الموضوع؟ ايوه. وافق؟ لا. ها؟ بتقول لا؟ امال هنتجوز ازاي؟ زي الناس كلها بتتجوز. هنجيب المأذون ونكتب كتابنا وبعدين ثم ما تنسيش انا مش قاصر وانت مش قاصر. يعني هنتجوز؟ ايوه يا عواطف، انا بحبك وما اقدرش اعيش من غيرك. طب ما حاولتش تقنع والدك ليه؟ عملت معاه المستحيل وكنت بنفخ في قربة مقطوعة. بيرفضني مني فقير. لا 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 يا عواطف، ولو كنت اغنى واحدة في الدنيا كلها كان هيرفضك برضه. ليه يا فايز؟ لانه عاوز يجوزني بنت اخته، وانا افضل ان اعيش عازب طول عمري ولا اتجوزش بنت عمتي دي بالذات. بس انت قلت لي انك لو اتجوزتني غصب عنه هيحرمك من الميراث. 7 فدادين لا طلعوا ولا نزلوا، انا في غنى عنهم. بس يعني يا فايز، احنا نقدر نستعبد الفلوس، لكن الفلوس مش ممكن تستعبدنا وتفرق بين قلوبنا. انت تقدري تبعدي عني يا عواطف؟ مش ممكن يا فايز. وانا مستعد ابيع الدنيا كلها علشان خاطرك. مالك؟ انا ايه متضايقه ليه؟ لا ابدا. لا 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 لا, لا. انا ما احبكيش تكشري وتداري عني ابتسامتك الحلوه. لا 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 لا، ابتسمي يا عواطف، ابتسمي عشان خاطري. ايوه كده. يا سلام، اهي الدنيا دي حكيت لي دلوقتي. انا هسألك سؤال، هو مش سؤال صعب ومش عارف هتعرفي تجاوب عليه ولا لا. سؤال ايه؟ الجرافطة بتاعتي مرسوم عليها قلبين. فزري قلب مين وقلب مين؟ الله، ما انت قلت قلبي وقلبك. اوعى يكون قلبك وقلب واحد تاني. قلب واحد تاني؟ اخص عليك يا فايز. اشمعنى انت قلتي كده؟ ها؟ خلاص يا ستي، واحدة قبل واحدة. خلاص يا سيدي، نبقى خالصين. لا يا استاذ فايز، انت اتغيرت قوي خالص. انا كنت بحلف بحياتك في الشغل وكنت بقول ان الكشوف اللي بتطلع من ايدك ما بتخرش الميه. دلوقتي حصل للعكس، اتغيرت قوي خالص. انت الوحيد اللي بتقدم لي بيانات لخبطه في لخبطه. ابدا يا فندم، والله انا ما اتغيرتش قوي خالص. انا اسف يا سياده المدير. اسف دي تنصرف منين يا استاذ فايز؟ انت بالطريقه دي بتحمل الشغل كله على الاستاذ المراجع عبد العزيز افندي، وبالتالي عليا انا كمان. مالك يا استاذ فايز؟ مالك؟ انت تعبان من حاجه في الشغل؟ ايه اللي ملخبطك بالشكل ده؟ لا ابدا، شويه مشاكل يا سعاده المدير. ما احنا كلنا عايشين في مشاكل يا فايز افندي. مفيش انسان في الدنيا دي كلها ملوش مشكله، بس المفروض ان الواحد لما يتواجد في محل عمله ينسى المشاكل دي كلها ويرميها ورا ظهره. ولا ايه رايك يا استاذ فايز؟ والله يا فندم انا برميها ورا ظهري واجي امشي الاقيها قدامي غصب عني. برضه ما قلتليش مشكلتك ايه؟
جايز اقدر احلها لك، مثلا لو كانت مشكله ماليه. ما فيش مشاكل مالية ولا حاجة يا سعادة البيه. ولو في مشكله اجتماعيه برضه ممكن اتدخل فيها لو سمحت لي، وجايز اقدر احلها. شكرا يا سعادة البيه. امال مالك يا استاذ فايز؟ ابدا، شوية اجهاد يا سعادة البيه. لا، سلامتك من الاجهاد. ده انت اتجوزت، واللي بيتجوز دلوقتي بيستقر وينتظم في حياته، واللي كان بيعمله غلط بيعمله صح. لكن انت مش عارف ايه اللي جرالك، لخبطه في لخبطه. معلش يا بيه، انا هحاول ان شاء الله بعد كده اكون عند حسن ظن حضرتك. ده اللي انا عاوزه منك يا استاذ فايز، وعشان كده عاوز اشوفك فايز الاولاني. ان شاء الله يا سعادة البيه. طب اتفضل حضرتك شوف شغلك، وعاوزه يكون سليم المره دي. أول مرة أشوف عريس يتجوز جديد وقاعد حاطط إيده على خده وسرحان. ابدا مش سرحان ولا حاجة. لا سرحان. لا أنت بتتكلم كلمة حلوة، ولا أنت بتقول نكتة زي عوايدك، وقاعد مكشر وعائد قرطك على طول. قول لي، البنت اللي أنت كنت بتحبها وتموت في دبادبها ربنا نولك مرادك واتجوزتها، تبقى عايز إيه تاني بقى؟ ان جيت للحق يا فكري، الجوازة دي هي اللي ملخبطاني. نعم؟ لا، ده انت اللي هتلخبط مخي بقى. ازاي يا اخويا الحكايه دي؟ ادي انت متجوزها على حب، وما كانش ليك سيره ليل ونهار الا سيرتها. مره توصف لي جمال عينيها، ومره توصف لي رقه صوتها لما قلبت دماغي. ها؟ حصل ولا انت نسيت يا سي فايز؟ حصل يا فكري، وحصل اني ضحيت بكل حاجة في الدنيا علشانها. اهلي قطعوني، ومحدش من عيلتي كلها حضر فرحي ولا جزرني. انت هتقول لي انا عارف يا فايز، عارف. افهم من كده انك لا 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 يا فكري، اوعى تفكر اني فقت النفس وبدات اكره مراتي. لا لا لا، لانها كانت السبب في كل ده. لا 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 لا، بالعكس، انا بحبها اكتر من الاول. امال ايه بقى اللي منخص حياتك كده؟ حاجه واحده يا فكري. حاجه ايه؟ مش فاهم. انت عارف ان طول عمري احب النظام والترتيب والنظافه، لدرجه ان كنت بتقول عليا موسوس. ولحد دلوقتي بقول عليك موسوس، ودي حاجه معروفه عنك. والدليل على كده مكتبك اللي انت قاعد عليه اخر نظافه واخر نظام، مش زي مكاتبنا اللي عليها ورقه هنا ورقه هناك. مراتي بقى يا فكري على عكس كده تمام. ازاي يا فايز؟ مهرجله اخر هرجله. البيت اللي المفروض ان الزوج يدخله اعصابه تهدى من ترتيبه ونظافته، انا بدخله اعصابي تهيج واتعفرت. ليه يا فايز؟ كراسي الانتريه كرسي هنا وكرسي هناك، السجاجيد ما نظفتهاش من يوم ما اتجوزنا، المفارش مدلدله على الترابيزات، مكتبي في البيت عليه صحون لانها كانت قاعده بتفطر عليه وتسيب الصحون فوق وما ترجعهاش للمطبخ، الدولاب اللي فيه هدومي وفساتينها زي جراب الحاوي. هقول لك ايه ولا ايه ولا معلش يا فايز، معلش، دي مسألة بسيطة، ما تستدعيش حكنانتك دي كلها. لا لا لا، مش بسيطة يا فكري. ممكن تلفت نظرها للحاجات دي وتعلمها انت النظام والنظافة. ما هو جايز مامتها ما علمتهاش ازاي تشتغل في البيت يا اخي، وانت بقى ممكن تعلمها على مرور الايام. حاولت معاها المستحيل، لدرجة ان كنت بتخانق معاها احيانا، وارجع بيني وبين نفسي ازعل واسأل روحي خانقتها ليه، لكن يظهر ان اللي فيه طبع مش من السهل انه يغيره يا فكري. معلش يا سيدي، اللي بيحب الورد يستحمل شوكه. انت تستحمل برضو شوية. لغاية امتى؟ لغاية ما طق. ويرضيك يعني تخانقها خناقة كبيرة وتسيبك وتروح بيت ابوها؟ ان جيت للحق، دي انسانة بتحبني وبتخاف عليا من الهوى الطاير، وبالرغم ان فيها العيب الكبير ده ما اقدرش على بعدها. تبقى تستحمل بقى، ولا يعني عايز تشمت اهلك فيه؟ على رأيك يا فكري، استحمل، بس استحمل يعني اعمل ايه؟ الليمون يا سعادة البيه. متشكر، بس انا مش طالب ليمون. انا عارف يا بيه، حضرتك طالب قهوة على الريحة. امال جايب لي ليمون ليه؟ الست هي اللي قالت كده، قالت لي هات له ليمون الاول وبعدين هات له القهوة. الست؟ ست مين؟ مش فاهم. الست اللي لابسه الفستان الازرق اللي قاعده هناك دي يا بيه، وقالت لي اقول لحضرتك الحساب خالص. فين؟ نادية! نادية! ازيك يا نادية؟ الله الله الله، ايه اللي جابك هنا في المنصورة؟ ما انت ليك حق تسأل السؤال ده. انا ساكنة هنا في المنصورة بقالي 6 شهور، بس انت نسيت العيلة كلها ونسيت ان لك اخت اسمها نادية. انا اللي نسيت برضو يا نادية. ايوه،
وبعتنا وبعت الدنيا كلها. انا حاولت اراضيكم اتبريتوا مني. انت اللي اتبريت مننا لانك اتصرفت من مخك على عكس رغبتنا. انا ما ارتكبتش جناية عشان تحاسبوني الحساب العسير ده كله. انت بتجمعني مع الاهل كلهم ليه؟ انت ما جتليش بيتنا وخدت رأيي في موضوع جوازك، ولو كنت سألتني مش جايز كنت بقيت في صفك. ما جيتش اسألك لاني ما لقيتش في العيلة كلها قلب واحد بيستمع لي. ما قلتليش ازاي حالك في الجواز؟ انت مدام فتحتي لي قلبك يا نادية انا كمان هفتح لك قلبي. انا متضايق فعلا. ليه؟ ده انت كنت بتحبها وسبت الدنيا كلها علشان. وما زلت بحبها. امال متضايق من ايه بقى؟ ده موضوع طويل ما اقدرش احكيهولك هنا في الكازينو. اديني عنوان شقتك والنهارده العصر الساعة 5 حاجة ازورك ونتكلم في الموضوع انا وانتي على رواق. انا بيتي مفتوح لك على طول يا فايز. انت ما تتصورش معزتك عندي قد ايه. وما كنتش عارفة انت ساكن فين علشان اجيلك. شفت المأساة يا فايز؟ اخت ما تعرفش عنوان اخوها علشان تزوره. ننسى اللي فات يا نادية، بس ارجو ان موضوع جوازي ده ما يكونش ترك اي اثر في نفسك. بالعكس، انت عارف ان بعيدة عن رجعية العيلة كلها انا شخصيا بنفذ الحاجة اللي بعرف ان مصلحتي فيها. انا مثلا العيلة كلها عرضت ان اجي اسكن في المنصورة هنا، لكن انا صممت على رأيي لاني كان لازم اسكن هنا علشان اباشر ارض المرحوم جوزي بنفسي وابقى قريبة منها. فعلا ده الصواب يا نادية. وشوف الصدفة الجميلة اللي خلتنا قابلنا بعض. انا منتدب هنا في المنصورة لمدة اسبوعين. ما قلتليش يا نادية انت على استعداد تكوني جنبي وتساعديني في ايه يا فايز؟ تنقذيني من العذاب اللي انا عايش فيه ده. ولو اني لسه مش عارفة سبب العذاب ده انا على استعداد ان اعاونك بس في طريق الخير. وطبعا انت فاهم كلامي. يعني لو كنت عاوزني اساعدك على هدم حياتك الزوجية انا اسفة يا فايز، ما عنديش استعداد اهدم بيت. هدم ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني اساعدك على الطلاق مثلا. يا انا عمري ما افكر في حاجة زي دي. الطلاق ده ابغض الحلال عند ربنا. ثم اني عاوز اقولك اني بحب مراتي من كل قلبي وما اقدرش استغنى عنها ابدا. اذا كان على كده نبقى اتفقنا. انا مستنياك حسب وعدك. الساعة 5 بالدقيقة هكون عندك. القهوة يا سعادة البيه. طيب انا هشرب القهوة واقوم. انا ما كنتش عاوز اسيبك بس مرتبط بميعاد في العمل. يلا مرة واحدة استأذن يا نادي. مع السلامة. جواب لحضرتك يا استاذ فايز. الله 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 الله، انت لسه بيجي لك جوابات ملونه؟ الله اكبر، ظرف بمبة مسخسخ ومزوق كمان. ومش مزوق وبس يا سي فكري. امسك الظرف كده و شمه. شوف شم سلك صدرك. الله 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 الله، ومعطر كمان. قول لي يا سي فايز جاي لك منين الجواب ده؟ افتح افتح افتحه ما نقراه. افتح يا اخويا افتح، ده انت سنتك مش فايته. وافتحه ليه اذا كنت انا عارف اللي فيه؟ عارف اللي فيه ازاي والظرف مقفول؟ سحر بقى. ولا انت خبير في قرايه الجوابات المقفوله؟ افتح يا راجل شوف الراسل مين. جواب خصوصي جايلي افتحه واقراه لك. اما انك بارد يا اخي. لا بقى دي اول مره تخبي عليا فيها حاجه. ما انت طول عمرك فاتح لي قلبك وبتحكي لي على كل اسرارك. اشمعنى النهارده يعني مصر انك تعرف مين الراسله؟ نعم راسله؟ هو جواب من واحده ست كمان؟ هو لسه في ستات بيراسلوك؟ طبعا يا استاذ. هو انا شويه. الله، انت لسه ما بطلت الشقاوه؟ من مين بقى يا سيدي الجواب ده؟ ها قول لي. من مراتي. مراتك تبعت لك جواب وانت معاها في البيت؟ هو انتوا اختلفتوا مع بعض ولا ايه لا سمح الله؟ نختلف ازاي يا راجل؟ فلا الله ولا فالك يا اخي. يا راجل اتكلم ما تخبيش عليا. امال من مراتك ازاي؟ ان جيت للحق مراتي اللي معايا في البيت نمرة 1. انما الجواب ده بقى من مراتي نمرة 2. ياتي المصيبة. انت اتجوزت واحدة تانية؟ لا. ناوي تتجوز واحدة تانية؟ برضو لا. انت لو جنين يا اخي. الله ما تتكلم يا اخي. الله ريحني. يا فكري دي حاجات انت ما تعرفش فيها. خطط زي الخطط الحربية. خطط ايه؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. مش لازم تفهم. الله قصدك يعني ان الجواب ده جواب صوري كده؟ لا.
واحدة صحيح كاتباهولك؟ طبعا. واحدة ست؟ امال واحدة راجل؟ اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا روح. اللي بعتلك الجواب ده واحدة بتحبك جدا ومش مكسوف من نفسك بالذمة تبقى راجل متجوز وتحب واحدة تانية. يا فكري، الظروف بتحكم احيانا يا فكري. ظروف ايه يا راجل؟ ده انت خلتني ابص لك بصه تانية خالص. في حد يبيع مراته اللي كان بيعبدها عباده بالسهوله دي؟ ومين قال لك ان الحكايه فيها بيع؟ امال اللي انت بتعمله ده ايه؟ شراء ولا قصدك تتجوز اتنين مع بعض؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. الله، وبتغني كمان. اسمع يا فايز، شوف لك واحد تاني تتريق عليه وسيبنا اشوف شغلي بقى. اعمل معروف. انا مش بتريق، انا بتكلم جد والله. جد ايه يا اخي اللي انت جاي تتكلم عليه؟ هو انا فاهم لك كلام؟ جواب جاي لي من واحده يا سيدي، دي عاوزه فهم يا سي فكري. السؤال اللي انا بسأله، الواحده دي مين؟ انت ما تعرفهاش عشان اقول لك دي مين. انت كنت عارفها قبل ما تعرف مراتك؟ ايوه. من امتى يعني؟ من ايام ما كنا اطفال. ومادام كنت عارفها وبتحبها من عهد الطفوله زي ما بتقول، ما اتجوزتهاش ليه؟ ما كانش ممكن اتجوزها. لازم كانت من عيله غنيه بقى، ما حبوش يناسبوك ويرتبطوا بواحد على الحديده زي حضرتك، حته موظف لا طلع ولا نزل. بالعكس، عيلتها كانت زي عيلتي بالظبط، في نفس المستوى. بس ارجوك كفايه بقى، مش عايز افهم منك حاجه تانية. المدير بيمر يا حبيبي وقال لي جيزه عنده خصم يومين، سيبني يا اخويا وروح اقعد على مكتبك، ما تاخدنيش في رجليك. الله، مالك يا عاطف؟ شايفك مذاع هوايتك، مكشره ومتضايقه، تعبانه من حاجه؟ لا ابدا، هتعب من ايه؟ هي الواحده برضو داري على جوزها؟ سيبني دلوقتي اعمل معروف. ما اقدرش اسيبك متضايقه كده، لازم اعرف السبب. انت عارفه انا بحبك قد ايه يا طوفه يا حبيبتي، وما اقدرش اشوفك مهمومه بالشكل ده. لا يا شيخ. عواطف، ارجوك تقولي لي فيه ايه. ارجوك ابعد عني ومش عايزاك تكلمني. لا بقى، دي تبقى حكايه كبيره بقى وانا ما اعرفهاش. انا برضو كنت مش هعرفها لولا ان ربنا حب يكشفك. انا مش فاهم انت بتقولي ايه. انا هجيب لك اللي يفهمك. مين ده اللي هيفهمني؟ ده يا استاذ. ايه ده ايه ما انت شايف ايه ده؟ ايه ده؟ جواب ملون لطيف، ريحة البارفان بتفحفح منه. ايوه ده ايه ده لسانك اتلجلج ليه ومش عارف تتكلم؟ مش عارف اتكلم ليه؟ ها؟ ما انا بتكلم اهو. وجواب مهم زي ده تنساه برضه في جيب الجاكيته اللي هتروح للمكواجي يا استاذ فايز؟ ده جواب من واحد صاحبي. ده من واحد صاحبك؟ قولي كده. وصاحبك ده بقى اسمه نادية؟ لا، اسمه نادي مش نادية. نادي. ايوه صحيح، ما خدتش بالي. يظهر انها كمان نسيت القرايه والكتابه. يا لخبطتيني يا شيخه. ايوه نادية. يا نادية دي زميلتي في الشغل، كان لها اشكال كده في الشغل وعاوزاني اتوسط لها عند المدير. انا في انتظارك يا حبيبي على احر من الجمر نادية، وفي انتظار تحقيق وعدك ليا، هذا الوعد الذي احلم به ليل نهار. نادية، تقدر تقولي وعد ايه ده اللي الست هانم بتحلم بيه؟ غرضها يعني ما تحاولش تلف وتدور عليا. انا بندم اني صدقت كلامك في يوم من الايام. الكلام اللي انت على استعداد انك تقوله لكل واحده. يا عواطف انا انت كان جاي تقول الكلام ده لاي واحده قبل ما تتجوز، لكن بعد ما اتجوزت يا عواطف انا عاوز اقول لك. لا تقول لي ولا اقول لك، خلاص انا هسيب لك البيت وماشيه. همشي عشان الجو يخلالك وتتهنى مع حبيبتك الجديده. ما تسيبنيش يا عواطف، ما تسيبنيش. انا هعترف لك بكل حاجه. انا اعرف واحده اسمها نادية وبحبها صحيح. الله، بس استني. عارف انك بتحبها. استني بس ورحت بيتها كمان. ورحت بيتها كمان؟ استني بس، رايحه فين يا عواطف؟ ارجوك تسمعي كلامي للاخر، وبعد كده اللي انت عاوز تعمليه اعمليه ومش هلومك. بعد ما اعترفت انك بتحبها عاوز مني ايه تاني؟ حبيتها ايوه، لكن مش الحب اللي انت بتتصوريه. امال حبيتها ازاي بقى؟ حبيت فيها حاجه واحده بس، جمال شعرها وعينيها وشياكتها، مش كده؟ لا، نظافه بيتها، ذوقها الممتاز في ترتيبه، الحاجات اللي طول مدة جوازنا بترجاكي تعمليها وما بتعمليهاش.
دخلت بيتها شعرت اني في الجنة، اعصابي هديت. انا انسان لي قلب وذوق، انت قدرتي تملي فراغ قلبي اللي مش ممكن غيرك يسكن فيه. يا سلام. لكن ما قدرتيش ترضي ذوقي، سبتي ذوقي عطشان حيران بيدور على الانسانة اللي ترضيه، ولقيتها يا عواطف. خلاص يبقى اللي بينا انتهى خلاص. لا 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 لا، ما انتهاش، لان لسه عندي كلام عاوز اقوله لك، عاوز اصرحك بكل حاجه. كلام ايه تاني؟ انا ارتبطت معاها بميعاد نكتب فيه كتابنا. لا 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 يا عواطف، لا 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 لا، ما احبش اشوف دموعك دي. لازم تعرفي ان اشباع القلب اكبر من اشباع الذوق، ولحد دلوقتي انت كسبانه لانك مالكه قلبي. اقصد ان كفتك انت هي الراجحه، لان في استطاعتك ترضي ذوق، وفي الحاله دي تبقي ملكتيني كلي. ايه رايك يا عواطف يا حبيبتي؟ ممكن تساعديني؟ انت بتقول ارتبطت معاها بميعاد كتب الكتاب، ولا عاوز تعمل فيها اللي عملته فيا؟ انا مستعد انهي موضوعها بكل بساطه، لان مفيش رباط بين قلبي وقلبها. ما تخلينيش ادور على قلبي في ناحيه وادور على ذوقي في ناحيه تانية. انا هاجل كتب كتاب ناديه لاجل غير مسمى، وهديكي فرصه يا عواطف، فرصة أحس فيها معاكي إني لقيت الحاجة اللي أنت ما قدرتيش تديها لي في المدة اللي فاتت من جوازنا. أنا بحبك يا عواطف، وعارف إنك بتحبيني، واللي بيحب إنسان بيحاول يسعده مهما قدم من تضحيات، وأنت كل اللي هتضحيه علشاني مجهود زيادة هتقومي بيه. إيه مالك يا عواطف؟ أبدا مفيش حاجة، أنا بسمع لك. أنا صحيح اتسرعت شوية في ارتباطي بإنسانة تانية، لكن معلش الوقع يتصلح، ورطة اتورطت فيها وممكن أنت تساعديني أخرج منها بسلامة. مش كده برضه يا عواطف؟ القهوة السادة يا أستاذ فكري. متأكد إنها سادة ولا جايبها زيادة زي امبارح؟ لا سادة يا سعادة البيه، امبارح كانت غلطة، معلش. السلام عليكم. ليه يا شيخ؟ استناك ساعة أنا والطاولة وحضرتك ما تجيش؟ أيوة جاي، أيوة. ظروف يا فكري، معلش. ظروف إيه وجوابات إيه يا راجل؟ افتح الطاولة، افتح استلقى وعدك. ولا طاولة ولا حاجة، أنا مستعجل. مستعجل؟ منين جيت ومنين هتروح؟ غصب عني، أنا كنت جاي لك في الميعاد، إلا واحد صاحبي غلباوي وقفني في السكة وراسه ألف سيف إلا يحكي لي تاريخ حياته. فضل يحكي 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 حكاية ما بتخلصش. ما صدقت استأذنت منه، جيت لك أجري في السكة. يا سيدي النهارده الجمعة، يعني ما وراكش حاجة؟ لا ورايا. وراك ايه؟ مش فاهم. ورايا المدام. يعني ايه؟ مش فاهم. الساعة 2:30 بالدقيقة بيكون الغدا جاهز والأكل سخن على ترابيزة السفرة. يا سلام يا سلام، للدرجة دي؟ دي القطورات يا اخي بتتأخر عن مواعيدها. ايوه بس انا مش قطر يا سي فكري. وفيها ايه يا اخي لما تتأخر نص ساعة ولا 3/4 ساعة نخلص فيها ال10 اللي هنلعبها سوا دلوقتي؟ فيها كتير يا سي فكري. ازاي؟ المدام بتشيل الاكل وارجع انا بقى البيت احتاس، اجيب الاكل واسخنه واوضب السفرة بنفسي وارجع كل حاجة مطرحها من تاني. حكم قراوش ده ولا ايه؟ لا وانت الصادق، ده حكمي انا. وافرض حكمك انت تقوم تحكم على نفسك، غرضي الحكم ده يسري عليك. ايوه، لاني انا شخصيا بخالف القانون. قانون ايه يا اخويا؟ انا مش فاهم حاجة. قانون النظام والترتيب واحترام المواعيد. انا اول مرة اعرف ان في قوانين بالشكل ده. اديك عرفت يا سي فكري. ومين بقى يا سيدي اللي وضع القوانين دي؟ عايز الحقيقة؟ ها؟ انا. انت؟ ايوه، ومش معقول ابقى انا اللي وضع القوانين دي وابقى انا اول من يخالفها. وايه بقى اللي خلاك وضعت القوانين دي؟ والله انا شخصيا وضعتها لمصلحتي. مصلحتك؟ مصلحتك ايه بقى وانت مربوك وعمال تقف وتقعد على الكرسي وتبص في الساعة كل دقيقة ومفزوع وملهوف عايز تروح؟ ولا يعني لازم تتغدى الساعة 2:30 بالدقيقة يا سي فايز؟ ما ينشال الاكل يا اخي وتروح انت تجهز اكلك على مهلك. اسمع بقى اما اقولك، ها؟ الطرف التاني لو شافني بعمل كده هيستهتر بالقوانين اللي انا واضعها ومش هيحترمها هو كمان، ومش ده بقى اللي احنا اتفقنا عليه.
طرف اول ايه وطرف تاني ايه الا ما انا فاهم لك كلام. مادام مش فاهمني تبقى تسيبني اروح احسن، الساعه بقت 2:15. هسيبك تروح بس بعد كده دقه بدقه. يعني ايه؟ يعني هديك ميعاد في القهوه هنا واخليك تقعد قلقان تتلفت شمال ويمين وتشوفني جاي من بعيد ولا لا. ولا تجيش. اديك عرفتها من نفسك. خلاص تبقى راحت عليك عزومه الحمام المحشي بالفريك اللي انا قلت لك عليه. لا 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 لا, لا راحت عليها ازاي يا عم معروف؟ لا لا انا جاي معاك دلوقتي. دلوقتي تعمل ايه؟ ايوه صحيح اعمل ايه؟ مش هلاقي حمام. حتى لو في حمام العزومه ما تبقاش ارتجاليه كده يا حبيبي، بيتنا له ترتيب له نظام. قصر الكلام، العزومه امتى؟ حددها انت بس مش قبل اسبوع. ها يا الساعه بقت 2:15. طب مسروع على ايه كده؟ حاسب وقعت الصينيه على الارض وكسرت الكوبايه والفنجان. مالك يا عواطف؟ لا ابدا. ايه متضايقه من حاجه؟ حاسه بشويه الم في جنبي. لا الف سلامه. طب اسمعي، اكلم الدكتور ماجد في التليفون يجي يشوفك. لا ابدا، الحكايه ما تستاهلش. انا يظهر خدت شويه برد امبارح واحنا قاعدين في الكازينو. بس الحكايه مش مجرد انك شعره بألم في جنبك، انت باين عليكي مشغوله كمان. ما خبيش عليك يا فايز، انا فعلا مشغوله ومشغوله على طول. انا كنت عاوز اسالك سؤال بس جاوبني عليه بصراحه. انا اتفقت معاكي ان اكون صريح على طول الخط يا عواطف. ومش هتزعل من سؤالي؟ ازعل من سؤالك ليه؟ لو كانت حياتي غاليه زي ما انت بتقول احلف بحياتي انك مش هتكذب عليا. وحياتك ما هكدب عليكي. انت لسه بتكلم ناديه؟ ايوه يا عواطف. انت مش وعدتني انك ايوه وعدتك، بس ما اقدرش اسيبها مره واحده. يعني بتقابلها؟ ايوه. بتقابلها فين؟ بروح لها البيت. بتروح لها البيت؟ ايوه، احنا اتفقنا ان انا ما اكدبش عليكي. يعني علاقتكم مستمره؟ مش قوي. وهتقطع علاقتك بيها نهائيا امتى؟ والله انا ما اقدرش اقولك امتى، في الوقت اللي اشوف نفسي فيه ان ممكن اقطع العلاقه دي. فايز، يعني تسيبني متعذبه كده على طول؟ متعذبه ليه بس؟ ما انا قلتلك اكتر من مره ان العلاقه اللي بينا ما تتعداش علاقه اخي باخته. مش قادره اصدق ابدا. لو بتحبيني صحيح تصدقي كل كلمه بقولها لك يا فايز، انا ما بنامش طول الليل. بكره يا حبيبتي تنامي وتزهقي من كتر النوم. انت بتضحك لانك ما انتش عارف اللي انا بقاسيه. الليل مهما طال يا حبيبتي بيطلع له نهار. انا قلتلك 1000 مرة ريحي بالك من الافكار. الله، الساعة 10. قومي يا حبيبتي عشان تلحقي توضبي الحمام. ولا انت ناسية ان صاحبي فكري معزوم عندي النهاردة؟ ناسية ازاي يا فايز؟ بس تيجوا في ميعاد الغدا. عارف يا ستي، الساعة 2:30 بالدقيقة. 2:30 ودقيقة لا. ايوه لا. ايوه كده ابتسمي، خلينا اشوف الابتسامة الحلوة اللي وحشاني من زمان دي. طيب انا خارج عشان اقابل فكري وابقى اجيبه معايا. عن اذنك يا حبيبتي. الا بنجاح على طول الخط. يعني خطتي نفعت؟ ما خرجش نقطة مية. ده انا بيتي بقى جنة. ترتيب ايه، نظام ايه، وسوسة نظافة ايه، حاجة ما كانتش عمرها تخطر لي على بال. التحول بتاعها ده دليل على انها بتحبك يا فايز. انا الايام دي بس يا نادية امنت ان الحب بيصنع المعجزات. ازاي يا فايز؟ ده انا بيتي في الاول كان عامل زي عش الغراب، عمرك ما تلاقي فيه حاجة في مطرحها ابدا. الصبح عشان البس الاقي بدلتي مرمية على الكنبة، البنطلون في يمة والجاكيتة في يمة. ادور على الجزمة الاقي فردة في اوضة وفردة في الاوضة التانية. ارجع الظهر من الشغل الاقي الصحون اللي فطرنا فيها زي ما هي على السفرة، ما اتنقلتش من مطرحها. عمري ما كنت بشوف سرير مترتب تسيب عليه البطاطين والملايات منكوشة، السجاجيد عليها التراب شبران. جرى ايه يا فايز؟ انت علقت ولا ايه؟ كفاية،
احسن وصفك ده بيخليني اشوف النعكشه دي بعيني دلوقتي. بس على فكره يا فايز، انا لو منها ما كنتش اقعد معاك يوم واحد بعد الاكتشاف الخطير ده. فعلا يا نادي، انا لو مطرحها كنت اعمل كده. عشان كده انا متمسك بيها وهتمسك بيها الى الابد، لانها اثبتت لي ان قلبها كبير فعلا، ومش من السهل انه يكره. لكن ما قلتليش يا فايز، علاقتها معاك في البيت زي ما كانت زمان؟ بالطبع لا يا نادي، بتعاملني بشيء من التحفظ. طبعا نظرتها ليا لازم تكون نظرة زوجة لزوج عنده استعداد انه يخدعها وملوش امان، وعايش معاها في فترة اختبار. وطبعا انت بتفهمها انك بتيجي تزورني. انا بفهمها ان اختصرت علاقتي معاك جدا، لكن طبعا هي في قرارة نفسها مش مصدقة الكلام ده، خصوصا اني بتعمد ان اغيب بره في القهوة الايام دي. لا يا فايز، كفايه بقى، حرام عليك. انا من جهتي متضايق جدا علشانها وصعبانة عليا فعلا، وعشان كده لازم ننفذ باقي الخطة بقى بسرعة. امتى يعني؟ يوم الاثنين الجاي كده على طول؟ انت مش مكفيكي شهرين بحالهم يا نادية؟ يوم الاثنين الساعة 5 تمام يكون صباعك بيضغط على جرس الباب، باب بيتنا. أنا رجلي رصرصت من البرد يا فايز يا أخويا. لازم المدام تقلعنا الجزم على الباب واحنا داخلين. اسكت اسكت يا فكر، اسكت، ما تعليش حسك، اعمل معروف. امال يعني ندخل نوسخ الارضيه والسجاده؟ اتفضلوا على اوضه السفره، الساعه 2:30 بالظبط. اتفضل يا استاذ فكري، الغدا جاهز. متشكر يا مدام عواطف. فايز، نعم. انت بتعمل ايه؟ بقلع الجاكيت يا عواطف. واللي يقلع الجاكيته يحطها على كرسي برضه؟ مفيش دولاب في البيت؟ لا صح انا غلطان، معلش. انا اسف. رايح فين؟ خليك انت مع الاستاذ فكري، انا هعلقها لك في الدولاب. ميرسي قوي. تعالى يا سفايس، تعالى قول لي ايه الحكايه دي بالظبط. قول لي. ابوس ايدك اسكت احسن بانها جايه. فوط السفره ما تتحطش على الترابيزه بالشكل ده. فايز، مفهوم؟ فوط السفره دي لازم. عارف طبعا يا عواطف. والسكينه في اليمين يا فايز، والشوكه في الشمال، مش بالعكس زي ما انت بتعمل. خليت الاستاذ فكري يعمل زيك. معلش يعني شويه لخمه كده يا عواطف. انا خارجه عشان ما البخكوش، عن اذنكم. اتفضلي. تعالى يا راجل، ايه الحكايه دي بالظبط يا سفايز؟ باب الخروج منين؟ اعمل معروف، انا عايز اخرج بناقص الحمامه اللي راح اطفحها. معلش استحمل يا فكري، انا السبب في كل ده واستاهل كل اللي بيجرالي. الله يكون بعونك يا شيخ. بس اسكت احسن. رجع يا دي المصيبه، لسه هتدينا تنبيهات تانية. خلاص يا عواطف يا حبيبتي، ما عادش في حاجه اسمها نادية في حياتي. لسه بتكذب عليا يا فايز؟ لا وحياتك يا طوفة يا حبيبتي، انا برضو اكدب عليكي؟ ده كلام ده. انت النهارده ملكتي قلبي، رضيتي ذوقي، خلتيني عايش في جنة. بتتنهدي ليه يا عواطف؟ كل ما افكر في الماضي. لا نبعد بقى عن الماضي يا عواطف. كان حلم وكابوس وهنزاحه من قلبنا خلاص. مش خلاص بقى يا عواطف؟ أرجوك علشان خاطري بقى ننسى اللي فات. خلاص يا فايز، ولو اني بغلط نفسي. يعني تقدري تعملي لي فنجان قهوة من ايدك الحلوة الجميلة الرقيقة دي؟ اشربه هنا وانجعص في الانطريه كده هوت وامزمز نافوخي كويس تمام التمام. من عينيا يا حبيبي. ميرسي يا حبيبتي. ايه ده؟ غريبة، مين اللي جاي يزورنا في الوقت ده؟ يا سلام، ده ايه ده؟ ضيف تقيل ده، ايه اللي يجيبه في وقت زي ده؟ مش عارفة. افتح الباب يا عواطف. ولا عنك تعالي إيه؟ تعالي انت، تعالي. لا اقعدي انت استريحي هنا وانا بقى هروح افتح، يمكن جايز يكون فكري. ايه ده؟
ايه اللي جابك هنا؟ انتي؟ هي دي يا استاذ فايز؟ ايوه يا ست هانم، هي دي. هي دي اللي جوزك غشك وغشها. هي دي اللي جوزك بقاله 3 شهور مواعدني بالجواز، وفي الاخر عاوز يطلع من الحكايه زي الشعره من العجينه. انا جايه اكشفه قدامك. انا عارفه كل حاجه، جوزي ما بيخبيش سره عليا ابدا، وانتي باي حاجه تيجي بيتي هنا. بحق وعوده ليا، بحق زياراته لبيتي قدام الجيران اللي فاهمين كلهم انه خطيبي. جوزك يا هانم بيلعب بينا احنا الاتنين. مش شغلك يا حراميه. يا خبر، حراميه؟ ايوه، لانك بتحاولي تسرقي جوزي مني. انا اعرف جوزك قبل ما يعرفك. انا مش هرد عليكي، رد عليها انت يا فايز. انت كنت تعرفها قبل مني؟ تقريبا تقريبا يا عواطف. شفتي؟ يبقى مين فينا بقى اللي خده من التاني، انا ولا انتي؟ والله بقى يعرفك قبل ولا بعد، اهو سابك وخلاص. لا لا لا، ما سابنيش يا حبيبتي، ده كان بيزورني من اسبوع، وحتى كمان جاب لي هديه. فايز، الكلام ده حصل؟ انت ما بتردش ليه؟ الله، هيرد يقول ايه؟ يا عواطف، انا عاوز اقول لك. لا، ولا تقولي ولا اقولك، ما تجيبش سيرتي على لسانك تاني خالص. انا اللي استاهل اللي صدقتك لاخر وقت. ما كنتش فاكره انك هتتمادى في الكذب للدرجه دي يا فايز. وقالك انه سابني في الوقت اللي وعدني فيه ان حاجه اعيش معاكوا في البيت هنا على طول. نعم، في بيتنا هنا؟ هنا في بيتنا؟ ايوه. حصل يا استاذ فايز، حصل. اقول لك ايه بس؟ ايوه حصل، لان بصراحه كده ما اقدرش اعيش من غيرها. ايوه كده، ايوه كده، اظهر على حقيقتك. يعني بتحبها بصحيح يا فايز؟ حبيتها وبحبها وهحبها على طول. يا خاين يا غدار. انا مش غدار يا عواطف. مين قالك ان اقبل اعيش مع زوجة تانية في بيت واحد؟ خلاص يا استاذ فايز، خلاص. انا خارجة يا استاذ فايز، خارجة يا ست هانم. هخرج وهسيب لكم البيت عشان تتهنوا وتمرحوا فيه لوحدكم. طبعا. هسيب لكم البيت خالص. بس عاوزة اقول لك حاجة، ان اللي عملوا معايا جوزي، قصدي اللي كان جوزي، هيعملوا معاكي بعد لا كده. لا 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 لا، ما تقوليش عليه كده، مش ممكن هو يعمل كده خالص. لا، هيعمل كده واكتر من كده، لان اللي فيه طبع ما يقدرش يغيره. عن اذنكم. ايه، عاوزه تسيبي البيت؟ اتفضلي، انت حرة. لا تتفضل ازاي؟ لا، مش حرة، مش ممكن تسيب البيت، لازم تقعد معانا هنا. ايه لازم ايه يا استاذ فايز؟ ايه اللي لازم دي؟ باي حق تحكم عليا الحكم ده؟ انا من النهارده ماليش علاقه بيك خالص. استني بس يا عواطف. مش هستنى. استني ارجوكي. سيبها أرجوك. سيبها. استني يا نادية. استني يا نادية ارجوكي. طيب. عواطف، انا ما افتكرش اني اهون عليكي للدرجه دي. انا عواطف. ارجوك مش عايز اسمع منك اي كلام. الله، عن اذنكم انا ماشيه. استني بس، استني. كان مقفول ليه؟ فين المفتاح؟ انا استني بس يا عواطف. فين المفتاح؟ استني، انا ما اقدرش استغنى عنك يا عواطف. تعالي. يا سلام. تعالي بس. تعالي هنا. يا سلام يا اخويا، الحب مقطع بعضه قوي. ما هو واضح. من فضلك المفتاح، من فضلك المفتاح. انا هروح اكسر الباب. لا 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 لا، بس عفوكي استني يا عواطف، ما تكسروش ولا حاجة، المفتاح معايا اهو. معاكي؟ ايوه. اديني المفتاح. اتفضلي. بقول لك اديني المفتاح يا حرامية الرجالة، يا حرامية. لا يا حرامية. لا عواطف، استني بس، استني. اهدي يا حبيبتي، كفايه لحد كده. اللي حاجزه المفتاح دي، اللي معاه المفتاح دي، اللي واقفه قدام حضرتك دي، اللي انا جبتها هنا البيت علشان تعيش مين معاها. يعني؟ مين؟ سايره عليها الثوره دي كلها. ايوه يا اخويا. تبقى ناديه. نادية مين؟ ناديه اختي. ايه؟ بتقول ايه؟ اختك نادية اختك؟ ايوه،
حرامية الرجال أخته يا عواطف. ايوه يا عواطف، دي تبقى نادية اختي. نادية اختك اللي مثلت معايا الدور ده عشان ما حبتش تشوف بعينيها بيتنا بيتهد. دي نادية اختي اللي كان لها الفضل في انك صلحت عيبك الوحيد اللي كان معكنن حياتي يا عواطف. نادية اختك. سامحيني يا نادية، سامحيني يا حبيبتي. انا غلطت فيكي، لكن والله غصبا عني. مفيش ست في الدنيا تطيق تشوف واحدة بتاخد جوزها منها، مش كده ولا ايه يا نادية؟ أنا معاك يا حبيبتي. ما تتصوريش قد إيه أنا فرحانة وسعيدة اللي ربنا ألهمني بخطة نجحت فيها، وقدرت أخليكي تدي الفايز الحاجة اللي كانت ناقصاه علشان تكمل سعادته معاكي. ربنا يسعدكم يا حبيبتي، ووعدكم إن هعمل كل جهدي علشان أصالحكم مع باقي العيلة. أنا متشكرة قوي يا نادية. مش قادرة أودي جميلك فين. أنت رجعتي لقلبي سعادته، وهبقى أسعد إنسانة كمان لو يعني تتنازلي وتيجي تعيشي معانا في بيت واحد، بدل ما أنت عايشة وحدانية كده. خلاص يا عواطف، مش هرفض طلبك يا حبيبتي، وحاجة أعيش معاكم. متشكرة قوي يا نادية. ولا أقولك لا يا حبيبتي، أنا ما أضر في بيت واحد أبدا. لا 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 ما تقدريش تعيشي معاها لو كانت ضرة حقيقي وجوازة تانية. لكن دي مش مراتي التانية، دي أختي. كنتم مع الجوازة الثانية، تأليف إدوار سليمان، بطولة عبد الرحمن أبو زهرة، لطفي عبد الحميد، إنعام الجريتلي، ليلى يسري، مرسل حطاب، إبراهيم كمال، أحمد خليل. الهندسة الصوتية إبراهيم رويشي. المخرج المساعد جمال حماد. الجوازة الثانية تمثيلية من إخراج عصمت حمدي.